ركزوا معايا شوية. ليه دايما بقول انسوا؟ محدش هيعرف ولا يحس بيحصل معاكي ايه مع النرجسي وبيحصل معاك ايه مع النرجسي. بالعقل كده، لو عندك درج في المطبخ، تسريحة، دولاب، أو حتى في وحدة الحمام، محدش هيعرف الحاجات اللي موجودة في الدرج ده غير حضرتك وحضرتك. حتى لو حد شاف الدرج بتاعك ده خلاص وفتحه، مش هيبقى مركز غير في حاجات معينة أو حاجة بيدور عليها، خصوصا لو الدرج مليان حاجات. كذلك عيشتك مع النرجسية وعيشتك مع النرجسي، ها، محدش هيعرف انتوا بتشوفوا ايه طول الوقت. طول الوقت حاجات كتير بتمر عليكم، نسي النفسية، محدش بيشوفها غيركم. فبطبيعة الحال اللي هيشوف ويسمع مش هيعرف ولا هيحس باللي انتوا شفتوه وعرفتوه عن النرجسي والنرجسية. محدش هيبقى شافه غيركم، هيركزوا في حاجات معينة. محدش هيعرف انتوا حسيتوا معاهم بإيه وشفتوا معاهم إيه، لأن في حاجات هتبقى جواكم حصلت معاكم لكن مش قادرين تقولوها ولا تحكوها، مكسوفين على كرامتكم. فخدوا قرار، خدوا القرار قبل المرض والموت فجأة وانتوا معاهم. وديها للي بيشتغل.